بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس من دروس اقرأ باسم ربك. فهذا العنوان يتمثل في عوامل المرونة في الشريعة الإسلامية أو في التشريع الإسلامي. أسنف كالحقيس الساقي إن شاء الله نضبطه نهائيا. قلت لسببين. السبب الأول أن هذا العنوان هو الذي يجيب عن السؤال المعروف: هل الشريعة تصلح لكل زمن ومكان؟ الجواب نعم. جواب نظري نعم، ولكن لابد من الاستدلال، لابد من تقديم الشواهد على صحة هذه المقولة أو هذه القاعدة أو هذا الاعتقاد أو هذا الفهم. السبب الثاني: هذا العنوان هو الذي يستجيب لما يسمى لفقه النوازل، لمستجدات الزمان، لابد. لذلك نبدأ بتوفيق الله عز وجل في ذكر هذه العوامل واحدة والأخرى. العامل الأول هو وجود منطقة عفو في التشريع الإسلامي. وجود منطقة عفو في التشريع الإسلامي، بمعنى هناك منطقة ليس فيها نص، ليس فيها نص، فهي منطقة تسمى منطقة العفو. العامل كيف غادي نيغ البريمي فاكتور دا شو المعنيس باللي ذي الشريعة تلاقي نظام ولا شك ذي النص ليبر حرة، بمعنى إزمرت وديون في أمر الصلاة نزراياك، في أمر الزكاة نزراياك إلى آخره. في أي أمر من أمور العبادات وكذا نزرع. الأصل في العبادة الحرمة إلا بنص كما تعلمون، والأصل في المعاملات الإباحة والجواز إلا بنص. بالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. المعاملات يكون خدمك والساقي هي معاملات كشمت دائرة العفوية، كشمت داخل خاطر لازم كشمت دين ولاش مشكلة. أكيني كيفاش تمشي الأمور نتاع الاقتصاد، كيفاش تمشيها؟ غادي بالطريقة القديمة، طريقة المقايضة، البيع والشراء، الإيجاب والقبول، اتحاد مجلس العقد إلى آخره. ما كاين غير رجوع. هذا لا يمكن الآن. وماشي تسدر تمشطوح كرا كنسلم، لا، ملايين من الناس والتجارة دولية، امبور اكسبور، وعمل السرعة. ظهرت وسائل سريعة، نقل، بواخر، طائرات، وسائل التواصل الاجتماعي، إبرام عقود أديستونس، أدخل من دي كونطرا عن بعد. إيه مال أخويا ثقي ولا شيء، ما عندناش نص يقول دير ولا ما ديرش. ربي سبحانه إن وأحل الله البيع وحرم الربا، وين يسعى وصف الربا فهو محرم. ربا الفضل، ربا النسيئة، كما شرحنا فيما سبق. ما يد البيوع أنت حر، أنتم أحرار. خلي عملية البيوع، العقود التجارية تكون سريعة جدا، تستجيب لسرعة الزمان. ثلاثة أطفال غار نزيه كيني السمانة ما شاء الله. إثورا ورد ينديو أكل مثلا أكل من لا ياكل. كيني السمانة سريعة، أقول سريع ميك بدا يفوق، السكواس ميك بدا يفوق. خاطر ميم المخنق سريع، ميم ثغل الطبيعة سريعة، ليس كذلك. خلينا نديون وسيط فيون أبورطا باك دي السيول 3 ثيكال ما يلوز داري ضرا ديجا يتقلق، ديجا يولي السكر، ديجا ينيرفي، ديجا بالك يكدش كاع سماز. شو ضران؟ هاي غرزيك ماشي هكا. خياتي الزرام البروغرام، انا نمشي البروغرام المخنق نورمال. نروح اليوم للمذوى دايسين غير ذمايف وثينو فنر ذنوغال نورمال. نوغال السنوغ عادي يوسع الخاطر. دور من مثل الطباء تسمسلينا في الأمراض السيكولوجية، لونغواس والستراسك وكذا، نسي شو عليك تغول الدنيث، القلقة إلى آخره.
إذغى لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن صافي، إذن هذه العقود تستجيب لتطور الوسائل، وسائل التواصل، وسائل التكنولوجيا، وسائل الاتصال السريعة. لازم العقود الشرعية تستجيب لهذا الجديد. فهذه العقود مشروعة، ولكن مش في دائرة العفو. ذي الاستثمارات اللي زي انفستيسمون ماشي مثوره، الزيك ماشي مثوره اللوزينات، الشركات الى اخره، وكي يخدم لابريك، وكي يخدم لافايونس، وكي يخدم مستي ماشيرين، وكي يخدم السيمان، وكي يخدم كذا، شيء سريع جدا. اذا لازم العقود تستجيب لهذه المستجدات، لازم. والحمد لله انه منطقه العفو موجوده. نعطيكم دليل واحد ذكرناه المره اللي فاتت ونعيده الان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحله الله في كتابه فهو حلال، وما حرمه فهو حرام. صافي، من يحلل من يحرم هو الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وفي رواية متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. بعد شو دينا؟ ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وفي رواية يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه، إلى آخره. الحديث طويل. نعود إلى حديثنا. ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرمه فهو حرام. من بعد نمسفهم صافي ثلاث زون ذي الحلال، ثلاث دوزيام زون انترديت ذي الحرام، كقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، وإلى آخر الآية في سورة المائدة، تبدأ بكلمة التحريم. أو فاجتنبوه، كما في تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب إلى آخره، إلى أن يقول فاجتنبوه. صافي، هناك دائرة حلال، هناك دائرة محرمة. تتمة الحديث: وما سكت عنه، ولا هاي دائرة لا الظن ثلاث بانت، وما سكت عنه فهو، أفيدوني، عفو. احنا قلنا العنوان وجود منطقة عفو. من خذينا هذه العبارة؟ من الحديث، من متن الحديث. وما سكت عنه فهو عفو. معناه جث ربي سبحانه المنطق الله ظني ليبر مع انتهى رحمة بنا. ولكن كم الحديث: فاقبلوا من الله عافيته. سبحان الله، شوف صياغة الحديث. والدينار فاقبلوا من الله عفوه، لا، فاقبلوا من الله عافيته. شغل منا إذا تحركنا في هذه المنطقة نشعر بالعافية، بالراحة، بالسكينة، بالطمأنينة. مناش مقيدين، مناش في حالة من القيد، قيود، لا. وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته. بعد كيفاش ختموا الحديث؟ فإن الله لم يكن لينسى شيئا. معنى ماشي تسوتيك تسو ربي تسو يانا. شوف سبحان الله، خاطر ممكن واحد يتبادر إلى ذهنه أسيني صافي يتسو يانا مباشرة. قد يأتي هذا الوسواس ولا هذه الفكرة، ممكن تأتي تخطر ببالك. الحديث سد هذه الثغرة، قال لك: فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا قوله تعالى: وما كان ربك نسيا. وما كان ربك نسيا. فهمنا الحديث؟ ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا.
ثم تلا قوله تعالى وما كان ربك نسيا. سؤال: شكون اللي خرج هذا الحديث؟ نعم، أخرجه الحاكم في مستدركه. والآية اللي ذكرناها وما كان ربك نسيا وين جاية؟ سورة مريم الآية. نعم، ممتاز ممتاز، 10 على 10. الآية 64 من سورة كاف ها يا عين صاد مريم. فهمنا هذا العامل؟ يلا الآن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هذه المنطقة الواسعة بماذا نملأها؟ لازم نعمرها. نعم لازم نعمرها. كيف نعمرها؟ كيف نملأها؟ نملأها بجملة أمور منها الأمر الأول تقرير القياس، والقياس ذكرناه مرارا. القياس لازم القياس يكون. القياس واش قلنا التعريف نتاعو؟ إلحاق أمر بأمر آخر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في علة الحكم. القياس. طيب يا سيدي، نملأه كذلك بما يسمى بالمصالح المرسلة، وقد ذكرناه. المصالح المرسلة أو الاستصلاح. قلنا المصالح المرسلة أو الاستصلاح لانت مصالح معتبرة. مصالح معتبرة مثلا ربي سبحانه يناد خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. مصلحة معتبرة. اللي يزكي أولا ينظف ويطهر وينقي ويصفي رزقه، ثانيا يصفي قلبه، ثالثا رابعا شحال من الفوائد. صح؟ وين راه يفكن الزكاة؟ هذه يزيد الرزقيس، هذه يزدي مع شو ديك الشمن بالك شويه بينهم جزاره مثلا، هذه يزدي وهذه يزدي يوليس وهذه يزدي ولا غيس، وهذه يعاون يهللني، هذه يفرح يهلل ما تعاون وهذه يفرح اكي يحمل خاطر سينا ماركانتو يتسويرا شحال الفوائد يقلان باينه. هذه مصالح معتبره واضح. وهناك مصلحه معتبره، وهناك مصالح كثيره، وهناك مصالح ملغات تكون ملغات. مثلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لغاها الشرع هذه المصلحة. اللي يتصور باللي يدير القمر يربح، الشرع قالوا لا لا هذه مصلحة ولكنها ملغات. وين يقمر من يربح يدري من هذه قمار هذه يربح 50 مليون 70 مليون يونيال. مش الشرع دي قرثة قلنا واش اللي هو فيما يبدو لك هي مصلحة ولكن هي مصلحة ملغاة. كقوله تعالى إنما البيع مثل الربا. قال لك البيع وكذا الربا كيف كيف ما لا يحصل ديون هذه يروح هذا يرضل 50 مليون أحيني أكرضل 50 مليون مي لو طو دانتيري 5%. أنا رابح وهو رابح يكساك المشكلة إليك ولكن أنت ذا غير ربح. أنا كيف 50 مليون أصدر 50 مليون. هذه مصلحة ملغاة بدليل كل قرض جر ربحا فهو ربا. هذه رواية من رواية الحديث. وفي رواية منفعة فهو ربا. صافي مصلحة ملغاة. تبغى ترضل اضمع ذي ربي أو سؤال الأجر خطر القرض الحسن ولكن الفوائد تقدم إلا إذا ربط هذا القرض بالذهب. وهذا الأمر شرحناه فيما سبق. هذه مسألة أخرى ما زال مستوى الأمة لم يرتقي إلى فهم هذه المسألة. مسألة النقود مسألة معقدة جدا. خطر النقود قيمتها قانونية ماشي قيمة فعلية. مش كما النقدين الذهب والفضة. الذهب ذا الفضة توجور يسعى لا فالور نسن تنذيكس أداوي الذهب يسعى 40 سنة يسعى القيمة. أو تزيغ الكاغذ اللي يسعى 40 سنة رذفير 10 سنين رذفير كان الكاغذ والكواضي نستخدمها كان
100 دينار 1000 دينار 2000 دينار ذو القانون يسيف كان السوم هذايا إنيك الكاغ ديك 2000 دينار ميسكو الكاغ سواتنت تسوى راه. طبعا الموضوع سان ديبا فور عالي جدا معمق، لازم في ملتقيات ولازم قرار دول، لازم قرار أمة باش تفاصيل المحناقي ديال خاطر الأمة كلها راهي تتمرمد في هذا المجال، مجال النقود. لذلك يا جماعة الخير وباش ودينا الشريعة تستجيب، الشريعة والله غير صالحة لكل زمن ومكان. إذن ذكرنا المصالح المرسلة، يلا وكاين مصالح متوهمة. ذكرنا مثال نتاع توزيع الميراث بالعدل بين قوسين، كاين يسعى ميس يليس فيس سيتادير كيوزع الميراث يوزع كيف 50-50% كيما راه الكود سيفيل الفرنسي، القانون المدني الفرنسي ما كاينش هذه الذكر والانثى كيف ذا الراويس غورسنا كا بذا كيوثيث الوقور، ولكن ربي قال للذكر مثل حظ الانثيين يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. صافي هي مصلحه متوهمه، الانسان يتوهم بلي هناك مصلحه وهي ما كاينش مصلحه، ماشي كيما الدوناسيون الهبه. اذا كان الهبه كيف فكي ضميك 100 مليون فكي يليك 100 مليون، فكي ضاس 200 متر كاري يميك فك 200 متر كاري يليك، خاطر دي هذه الدوناسيون هبه. والنبي عليه الصلاه والسلام الناد في العطيه كما في حديث النعمان بن بشير اسمي اعطى احد ابنائه عطيه بعد يسد النبي عليه الصلاه والسلام باش يشهد النبي صلى الله عليه وسلم. اين يسال ترى فكذاك وراويه يكن نفس العطيه؟ إنيس كلا يا رسول الله، إنيس اشهد على ذلك غيري فانا لا اشهد على جور. إنيس النبي عليه الصلاه والسلام يمكن الشهاده غير في الباطل، فكذا يوراويك ياك الله يبارك. سي بور سا ساكين سالي بروبلام التفضي ونسي يمولان ميسا سيف 400 متر كاري هذه يبنو وهذه يخدم بيان ويلا سني فكاره أزكى ما يموت وكا ذيك الكونفلي مشكله كارثه. السنين فافان يفكايدن كايني دوناسيون في الحياه سيس وكني فكاره ويا خدم المد تيستامون ميم في وصيه مشاكل قال غير الميدان ايضا خاطر كان نسينا راه شرع نركض كان غير نشرع دينا راه فروش غير يدوني مثل الميراث وين يموت الجسد غادي ربات يفضون سبحانه ذي القران الايه تزرمت. يلا صافي تاقي مصلحه متوهمه الانسان دي تيماجيني بثال المصلحه تقولش مصلحه ديالنا خاطئ، ما كانش هناك مصلحه بدليل يمدينا ربي سبحانه آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. يكفى ووال داين يزم ثورة أدنوغال ثلاين زون النظام اسم مصالح مرسلة ثاقي لا زوناكي ليبر شو جات نعمر المخنغ أدن نجفل سيا وسيا أشوي ندير القرآن وكذا السنة ودي نخدم نكني ديال لوا لو كود لاروت في كاوند مثال كود لاروت ولا شي في القرآن ولا دي السنة كود لاروت ملها نلقى كود لاروت إلها مليح وزرا ما ساقي لو كان نتقادر كود لاروت ورضري راه المحناقي يقدر ديك بردان أكن ما لا نساقوا دي بردان إلا قوينك الشمد دينا سافريد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله نغلا نساقوا دياك ورف الزريض نساك ديك تيثا هكا ماشي هيك. اي بورتون ذلولو فيك تمتاثن اي بورتون نتواليا كل اكسيدات ربي بعد علينا البلا كامل ولكن مازال ضرونت اينك تمتاثن ديك فردان ومسمن الرفراف بوفريد ارهاب الطرقات اكثر ربي تمتاثن ديال الكراف ديال الحروب صافي فينا الملك دلارو تاكيزيغ يلها لانه يعمر ينزون يعمريت يروح المقاصد الشريعه باسكو نشتي هضرت فيما سبق من مقاصد الشريعه حفظ النفس. اذن
ولا قرن الحرز مالنا الكوداكي ما نخدميت اغي السيوط باش نحرز لرواحنا. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فهي قاعده فقهيه، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. الحمد لله. ثم مصلحه ايضا ضروريه، وهي حفظ المال، حفظ العقل قبل ذلك. لانه قاعد يدروشن سبب الاكسيدا ويغال هانديكابي الحارف في عكس ماشي يلحو الاموال نهضر في لاسنت، احنا نهضر في لاسنت. هي كليه من الكليات الخمس، مليون طوموبيلات تجديد مليارا رحنا كفردان ياكو صافي. امشي نحرزك لرواحنا غنحرز كذا وكذا الى قضيه الكود لاروت. صافي الكود لاروت هذا ديك الشم ديال المصلحه المرسله مي في دينا دخلوي ذا الغشي يجوز. صافي الشريعه الدقاره رحمه بكم. اشو ديال الحديث؟ فاقبلوا من الله عافيته، ان غلل العافيه يعني سيبوس نملا هذه الدائره بمثل هذه التشريعات، وهي مشروعه موافقه للشريعه ومخالفها آثم. انتهى الامر. ايضا هي كل شغل يجي لي فيزا لي باسبور لي الكواث لي كارت، كل شغل يجي لا باباراس لي تا سيفيل كل شغل. لماذا؟ العقود ريكونيسونس دو دوت، ياكل العقود نقل الملكيه، الشروط الرسميه لنقل الملكيه خاصه العقاريه، ياكل شغل يجي يكون داك الشمن داك القوانين اللي خدمت بلا قليلين. امشي صافي كان كيجي فلاحي كان لا ديجا عقد الزواج الى قليلين، إلا قضية الكاغ، إلا قضية لي فيريد فامي لاك دو مارياج. لماذا؟ إي بورتو عقد الزواج ولي حوايج راه أي غرزيك زيك يخدم الزوجن بلا الكاغ بعد أنا مع 20 سنة غاشو مي فغان الكاغ روحنا لا جوستيس أباري لا جوستيس تدفك الأوردر ضابط الحالة المدنية باش هذا ينسكري العقد الني وذيوغ المارشارير 20 سنة ودفع لافيلياسيون ناسب الأول كلش. لا بروسيدور يقوم السلام ثلاثي القانون متوافق الشريعه 100%، خاطر الزواج واقعه ماديه ذاك عمليه اثبات فقط ليس الا. ابري فهمت القوانين نكون يثمر الجزائر يفرض قانون 84 11 الماده الارتيكل 22 سنه ولاكي صافي ذن مشروع الى قد سيني لا من ميدوسا تسد بعد الاستقلال سوا شحال 22 سنه نقيم بلا الكواغ بلا القوانين ديال الامورين. 22 سنه بعد الاستقلال يسعى القانون عادي صافي. جماعه الخدمه الخدمه هنا سلا الخدمه ايضا الخدمه كي قد نعمر وسي عمر نقص المسنين توجور نعود مره اخرى الى المعرفه من اجل ملء هذه المنطقه منطقه السعه او منطقه العفو. صافي يا جماعه الخير تلقى قاس مصالح مرسله. مصالح المرسله هذه تضبط باش من قبل تشريعات من أهل الاختصاص فتملأ هذه المنطقة منطقة العفو وهي المصالح المرسلة كما ذكرنا. دائما نقيم ذي نقطة ياكي منطقة العفو. منطقة العفو تقرير العقوبات يا أخي النظام العقابي صار من الحدود حد السارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم تقطع هذا بالشرط لازم توفر شروط للحد. شروط السرقه هي شحال الشروط يقلان ماشي كان كذا لا يساوي العقل كل حاجه ساعه القوانين الشروطين. حد القذف ثقي حد الحرابه الحدود ثقي محدده عقوبتها محدده مقدره. الى نوع اخر اسمه القصاص في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إلا نوع آخر اسمه جرائم تعزيرية. نناد الجرائم التعزيرية يجي الشريعة شو دنا ثناد ثقي ذيريت ودفكا العقوبة ينس ثجات سبحان الله. مثلا الاحتكار الاحتكار يزمر ذيلي يونسي نخدم الاحتكار يا ما كان يزمر هذه اللي الريزو الشبكه وروح للمواد الاساسيه نتاع المجتمع
السكر ذي القهوة ذي البطاطا وكذا إلى آخره، ذي العدس ذي كذا ذي الزيت. أنت تطفل الريزوني من المحتكرين، أطفنك السلعة تداغن خاطر ساعة ناذرين السوق وكثاغن ياك، وقال لك انت تاغن 1 كيلو 2 كيلو مي تبض ولاش أسجن مدة معينة غير ورصن. يظهر ما يسمى في مجال في علم الاقتصاد عامل الندرة، تولي نادرة ولا شيت، على بالك الزيت ولاش، على بالك الصابون ولاش، القهوة ولاش، السكر ولاش كي يلحوا ديال المجتمع. ابري اتيد السفان للسوق وتحكم دي السومه ذي اكن بغانا زنزن اكن بغانا. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام شو دينا؟ الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. يسكوينا النبي عليه الصلاه والسلام شحال نعاقبوا كذا ودينا راه إني كان الاحتكار يكفي شير ملعون. ثورة ذاكي الشيني ولي الأمر. أدر له مثال آخر، الرشوة ذي الحرام. والدينار ربي نغنفي صلى الله عليه وسلم شحال العقوبة ينس والدينار يجات ليبر. إن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله الراشي والمرتشي. هذه رواية، كان رواية أخرى والرائش ماشي بينهم. الراشي والمرتشي يوني فكر الرشوة يوني طفيت، يوني فكر من الحفوس وهذا الطفل من الحفوس صافي اشو خدمناك فقد الرشوة. يسكوي نادن فيها شحال العقوبة يسوي الدينار صلى الله عليه وسلم. هدي قرض برثي قرين وين خاطر يا امكن ضبر قرينا خاطر مخلف ثلا رشوة 100,000 ثلا رشوة ومليون ثلا رشوة 10 مليون ثلا رشوة 50 مليار صح تيجيك ذا الشاوي. يسكو أكنا تعاقفض رشوة 100,000 يتعاقفض رشوة 60 مليار 3 إلا قد مخلفة. أبلونطو يطفر رشوة، ديريكتور يطفر رشوة. أبلونطو كل ديريكتور بون ذي الشرع ذي الخدمة مدينة أبلونطو ماشي كل خدمة القيماس ذي الشرع يكل خدمة لها. نعود النبي عليه الصلاة والسلام تمطوط تزيز ديال الجامع سيت ان ايفينمون اسمي ثموت يسقسى في الناس ثموت يا رسول الله نزول في الناس الناس يريد لنا مالا الناس تمطوط يسلم ثموت نزول في الناس فرض كفايه. إنا يستينا تخدم يوم شغل شو شغلاكي هذا زيز ديال الجامع زيز دي ولي زيز ديال الجامع ولي زيز ديال الثدات ولي زيز ديال الحومه يزيز ديال لونفيرونمون البيئه الحومه نغالا وين وبليش تحملها خاطر يخدم الصلاح يولي تعاونيك ليل يولد الفقراء يولد مصوت يولد مانوفر يولد زعما ميكانيسيان يولد الطبيب يولد ذا شنو يولد القاضي الخدمه العمل ربي وقول يعملوا سوره التوبه الايه 105 وقول يعملوا خدمت فسيرى الله اعمالكم ورسوله المؤمنون. وغدينا راه كما الحضارات القديمه والفلسفات القديمه لان الخدمه من الشرفاء الخدمه بزرو ياكو قاذني وقاذني ساعه القيمه لا غدني غا ولاكي ميدي الميزان واكي لا خدام بلونطون يطفر رشوه ديريكتور يطفر رشوه كشي اللي ما نتعاقب كتعاقب واكي يريد كان يا لي سيركونستانس بالك تاخذ لي سيركونستانس تيني وين مشطوحني وانا سامقراني وين يكون تشديد العقوبه سا بلونطون غا الديريكتور ايفان الديريكتور أليس كذلك؟ منطق نفس الشيء المحتكر أماكن محتكرة مشطوح المحتكرين مقرانين شبكة الريزو شبكة من المحتكرين لازم تكون عقوبة مختلفة. فقي باختصار المعنى الشريعة في القرآن أو في السنة تجرم النص الشرعي يجرم فعلا ثم يدع بل يفوض العقوبة لولي الأمر أو للقاضي أو للحاكم هو الذي يقدر العقوبة المناسبة. ذنسيك زران ذا شو العقوبة السلاق اتفقنا يلا. هذه كلها في العامل الأول. العامل الثاني صافي العامل الأول وجود منطقة عفو
نبذ الحديث الذي أخرجه الإمام الحاكم في مستدركه، نبذ الآية وما كان ربك نسيا في سورة مريم الآية 64. كيف نملأ هذه المنطقة؟ نفكد القياس، نفكد الاستصلاح، أدنو طريق النظام. الاستصحاب بقواعده. الاستصحاب ثقيل قاعدة الاستصحاب ذا مصدر مهم، يسعى قواعد كثيرة. من هذه القواعد قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة إلا بنص، قاعدة تاع الاستصحاب، لقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. القرآن عظيم سبحان الله. الشيخ في هذه الآية تسدم مباشرة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الآن الأصل في الأشياء الإباحة إلا بنص. قاعدة أخرى: الأصل براءة الذمة. الأصل براءة الذمة. لو كان دياسيون هكذا يتهم شخصا، يتهم أسيني ذي شيتش ذي شرع حذاري، لا يجوز. لذلك توجد قاعدة من ديال القوانين الجنائية كما في الجزائر: كل متهم بريء حتى تثبت إدانته. صافي المفهمة القاعدة ياكي ذا تيري أبيبري هل كل في كواليوان ذي خرب كان شوط وخا مع شو المشاكل أسيني ذي السحور ويثي خدمن ديريكت ذي الفلاني الشيك أسيفنو في الشيك، وبالك يقيم 11 سنة 12 سنة ميسند على الخير شنو يمكن تتسرر خير ان شاء الله. زي غنسالي المخيس يخدم سيناريو اشيني فاش تزرد نكزرير يا ودي شو زرير كاش نهار 12 سنه نغاشو اشيني الشيك خدم السحور اسي خاطر نوفث يزموت. مفهوم يا جماعه الخير؟ بيبري كل شيء بيبري ولا شاك الدليل ربي نتفى تبينوا بس نقارنوا اذا يا جماعه الخير ربي نتفى تبينوا. يا خويا الاصل براءه الذمه، الأصل براءة الذمة، وبعدين دس قواعد النظام: كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، وبعدين يسد الشك يفسر لصالح المتهم. هذا سنتم بعد قواعد راهي تقريبا الآن راهي معتمدة في القوانين الجنائية في الجزائر وفي غير الجزائر، ولكن مصدرها فقهي من الفقه الإسلامي. يلا أدنوي قاعدة الاستصحاب: إبقاء ما كان على ما كان حتى يثبت الدليل الذي يغيره. مثلا ما إلا يموثيون يجا تمطوثي سون سانت ستادست ما نخم الفريضة يسكاس نجي لحقيس نخاطي أي غرس من الحقيس يسعى راوي سوياض 3 اللحون يون يسعى 7 سنين يون 5 سنين يون 4 سنين إيوا قاثن كاع بوض كماس يبالك هذه يماث يموت بافاس نخم الفريضة وقاثن كان عايشين. الشرع شي قر خاطي أنه غالبا الاستصحاب يناد نستصحب حياته بويسك ثان كاع بوض كماس سي ان بروجي نتاع بنادم نغالا خاطر ميم كوين عدى داك ميم كوين لا تاع بوض كماثنا اباري قلا مسجد ابي على الزواوي المدينه الجديده اليس كذلك؟ لماذا نحرمه؟ يسعى أهلية وجوب ثقيل يسعى أهلية وجوب ويسعى أهلية تأديب ويسعى أهلية وجوب. أي غير الشرع الإسلامي في كاس الحقيس وحياته محققة حقيقية لا ماشي حقيقية؟ ليست حقيقية. غاسل إيكوغرافيك يقارب اللي تعيشي نون زرارة مدياس خاطر نسي قد يسردوني إلى قد ذي سوغ غادي ضص أدفن فلس علامة من علامات الحياة مولاش وري ورثارة مي مادة مي ثعبط قماس إلى قصد خدي الفريضة، ولكن حياته ماشي حقيقية، حياة حكمية. أي قلنا حياة حكمية تمييزا عن الحياة الحقيقية. الحياة الحقيقية الوارث نسوي اللي تعيشي وين اللي قاعد تعبط قماس أسنج الحقيسات الحرز يحفظ عليك النور. ذا كنخدم لي بروبابيليتي وقرنا الميرث بالتقدير. يا اخي على بالكم يا جماعه الخير يعطيك الصحه سي الحاج ان شاء الله الدرس قد يهدونا نخدم مقدمه الى موسم جديد
أنخدم متن الرحبية في علم الفرائض، ما يرضى ربي سبحانه، متن الرحبية في علم الفرائض. ذينا نظريون الفصل اسمه الميراث بالتقدير. مع انتهى النوتير المفتي هذه يخدم كل بروبابيليتي. السيني ذا قشيش هذه يخدم احتمال، تقشيشت سين وراش سان تقشيشين اقشيش تقشيشت هذه يخدم كل بروبابيليتي. سيدي ماتيماتيك الحساب ديالنا. ذا الشيء يخدم من بعد زرا ماشي يخدم يحفظ له النصيب الاوفر. انا عميه اسيجا مورا القران ميك خدمه كل بروبابيليتي احتمالات اسيج نصيبا مقران. اولا كذي سيدي الشريعه كان قال لها جامي تفضل ندير نظام جامي ورت تفضل ذي المحال باش نظر الشريعه حاجه كبيره يا جماعه الخير. تفريغ فلان تسمى يس حياه حكم سواء من اللوجيك لا وتغافرك ولا لوجيك سوى ما العقل لو يخدم راه. لذلك الله يرحم الاوائل، الله يرحم الاوائل الذين سبقونا بالايمان. أتفضل المخنسن أتفضل مساعة 45 سنة ذا شو ديجا إيجاد قيس 200 سنة من الخدمة كاس ربي البركة مع التوفيق في العمل. لذلك يا جماعة الخير عدنا صافي ماشي نسمى حياة الجنين حياة حكمية مثل حياة المفقود ولكن يغابن أتصوض. على كل حال ربي يحفظ الجميع غير يفل يوني غاب ذيك مثلا غير غاب ونزران دايلا نرجع غاسكواس عامين 3 سنين اوكان سيني دو في ما على بالناش حي ولا ميت. ذي لا بيريود اني مي يموت باباتنا غنتا يموت باباتنا غيموت يكمثنا ونزرارا اسكو يتعيشين وتعيشها راه ماشي نخدم اسكو دي دو الفريضه خاطي وي اي بورتون ولاش التليفون كرانا ولاش اس ام اس والو. ايغر حياته هل هي حياه حقيقيه؟ لا حياه حكميه بمعنى نستصحب حياته حكما هكذا. وبعدين لن تفاصيل بيان سور ما يغلد حي ثمطوسيس شحال فرجع ثمطوسيس تقيم كان كتراجعوا 10 سنين 15 20 يبقى كترجعوا 20 سنه ابري ديفا الخبر بلي يموت من بعد تروح كل حياتيس يا وسع الحق تعاود الجواج وديفا الجوجمون لا لي بروسيدور وراه يخدم لي بروسيدور ولي الامر وفق الشريعه الاسلاميه ماشي ابيبري ماشي ابيبري لا ثلانت دي بروسيدور اجراءات وصيغ. ومجال الصيغ والمجال الاجرائي راه من المجال من التقنيات التي نملا بها منطقه العفو. يا الله ثلاثا مسفى دائما دائره العفو قال ديك مازال ديك يمكن العامل اللي قنقيم بسطاس. ولكن سؤال ناخذ العامل الثاني باختصار. العامل الاول هو وجود الاحكام الكليه في القران والسنه. وجود الاحكام الكليه في القران والسنه هذا عامل من عوامل السعه والمرونه. اسكو كل حاجه ديتاي ديال القران كاين غلا لا بزاف امور ماشي ديتاي. اضرب المثال كان مثال العدل لا جوستيس زرا كثر لا جوستيس كيف لا وكيد البينال وكيد السوسيال وكيد الكوميرس وكيد الاداري والى اي غير كل امور الى قليلين خاطر الزمان يبدل الزمان قلنا لا الزمان القاضي شريح ثلثا دروس قليله القضايا سهله ماشي معقده وعدد البشر قليل. مفهوم؟ عدد البشر اي ثوره يبدلوك الزمان لازم التخصص لازم التخصص. لذلك اصبح التريبيونال واقي سبيسياليزي ديال البنال الجرائم وكذا الاقتتالات بعد الشر كل المرات وايضا مختص في الامور ديال الاحوال الشخصيه والمواريث باش يتقنها والا لا يعرف وايضا الكوميرس وايضا الاداره النزاعات الاداريه والعقود الاداريه سي نورمال الى قليل الامر شيء طبيعي جدا. لماذا؟ لان النص الشرعي ربي ناد ان الله يامر بالعدل والاحسان وغدي لنا ربي مكان نخدم لا جوستيس هذه قرض برتي قرا عنوان الساعه من العقل الساعه من الشريعه سامح قراني تنتردي الفاطله تنتردي وإلا قرا ديك الشمويه اللي يكون شمثن يراون حذاري ماشي وناس تفكر واذا استكسر ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا وهو اقرب للتقوى الى اخره. واذا حكمتم بين الناس تحكموا بالعدل في سوره النساء وهكذا ان الله يامر بالعدل والاحسان.
سورة النحل الآية رقم 90. يلا يا ربي مشي نخدم العدل تيقرض برثي قرين قلا نضبر قرين مثل لا فورماسيون لقينا حوايج يزمر ديري ان جوج سمحتي ان جوج يسعى الدبلوم ويسعى الدبلوم شو الفرق يا رسم واقي يسعى الدبلوم ورسينا لك المجتمع ما على بال بوالو يسلكوا ذا تيري بيبري سي بور سا لي جوجمون يسا بيبري نوعيه الاحكام ولاش ويظن قاضي يتسوى ذا ربي خاطر غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاضي في الجنة هي دو تير هي ان تير الجنة صافي يتسوى ذا ربي يقار تاع الصح زيد حاجة أخرى أنه يسن المجتمع يزرم شي يلحوا لي مونطاليتي العقود والأعراف وكذا يزرى شو يلحون يونا ما جيت تقيم زداتس ترتاح قدامك ان جوج عادل نفس الشيء في جميع المجالات تمد على سبيل المثال ماشي على سبيل الحصر. لذلك يا جماعة الخير نعود مرة أخرى لنقول مبدأ العدل موجود في القرآن الكريم ولكن كيفية تطبيق العدل أمر متروك لنا. دائرة العفو مبدأ الشورى بارك الله فيك شكرا على التذكير. مبدأ الشورى ربي دي قرم شاورث ميا مشى المشاور وغدينا راه فراد مشي عمر بن الخطاب الغاشي قال ندير وقتني قليليت دروس كلشي نغشو راه كان ثدارت ثدارت كان يقولوا الغاشي على اي اساس الشورى اتقيموا في التمثال ديال لوردر دي جور اتقيم 17 سنه تفرو مال 17 سنه طلع هبط صافي لازم دي تكنيك في جديدين تستجيب لمقتضيات الزمان وتساعد على تحقيق مبدأ الشورى. قرنيش تقدر إيمن سيفيت مشاورن يعقالن غي مولا زيض تيزيض خاطر هذه مشاورن كان ثم غار فاستيني 30 في 30 ذا شد نهجية ساكي مشاورن ماشي ديكتاتورية السكسون غادي في الفل داين تبغى كانت مغارث اذا غتكرهنت اما تفض دعوه السود داخل تلعب يلا ثورة نناد مبدا الشورى في كي يزيغ الايات وشاورهم وين جايه هذه الايه العمران رقم الايه 159 وشاورهم في الامر والايه نظن وامرهم شورى بينهم وين جايه في سوره الشورى الايه 38 الآية 38 نيغاون 800 آية يديفغن بأرقام شفا مرق مش من نادر وأمرهم شورى بينهم. إذن كيف نستشير وغدينا راه ربي يمشي دي قرض برفي قرين بيا نمشي نضبر قرينا نخدم أنا مشاور أمشي راه المشاور أنا مشاور وإن شاء الله ربي غير يوفق خاطر ندير بها صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي ضلالة هي من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة لا تجتمع أمتي على خطأ يد الله فوق أيديهم إذن ربي سبحانه يوفق الجماعة ما ندم من استشار وما خاب من استخار ولا خاب من استخار. فبالتالي إن شاء الله تعالى ربي ذا يوفق غادي صافي ند العامل الأول زاين نفهميث وجود منطقة عفو. العامل الثاني نناد وجود الأحكام الكلية في الكتاب والسنة وإذا سمعتوها. العامل الثالث وهو أيضا مهم جدا شكون يذكرنا به وقد ذكر المرة اللي فاتك به من يذكرنا به ولو كان بالاجتهاد فكروا بركي شو مازال باش أثيلي المرونة لا سوبلاس دي الشريعة الإسلامية. العامل الثالث مراعاة الضرورات والأعذار والظروف الطارئة والاستثنائية فهذا يغزي فانشتلاف. مراعاة الضرورات مراعاة الأعذار كل يوم شو الأعذريس قرنيش الغايب حجته معاه ومراعاة الظروف الطارئة
لانت لي سيربريز، لانت لي فورس ماجور، لانت فيك جا كلانت. لو كان تولي يتلحو ذاك دوم داكوليك داو الباطمه تتولي تشعل تمس هاد القرن او سكور روح الباطمه رز تبور تكشم الصوبيض اش هاد الصوبيض حرمه المسكن يسعى الحرمه اما الا تشعل تمس سي بون خدم كلش رز تبور الى اخره. انقذ ما يمكن انقاذه. ما كان محرما اصبح مباحا. علاه؟ لوجود ظرف طارئ، لوجود ضرورة، سميها ضرورة، سميها ظرف طارئ إلى آخره. وطبعا هذه القاعدة مهمة جدا في الشريعة الإسلامية. مثلا نقرأ قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة. كمل ورد يسن. والموقوذة من بعد، والمتردية من بعد، والنطيحة من بعد، وما أكل السبع من بعد إلا ما ذكيتم. أبرا شو يدينا ربي سبحانه في نهاية الآية؟ فمن اضطر في مخمصة. ذولت مسألة على كل حال. فمن اضطر في مخمصة اللوز شدة الجوع غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. سورة الآية 3. وللآية الشديدات: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. ما أكل السبع يزم يروح يطفي خرفين ثفو ناس ما كذا وبعدين ثم ثرى يفزيتك وكذا إلى آخره يجرحيتك ثم بضض. إلا ما ذكيتم يعني ما أدركتم فيه الروح. مفهوم؟ ما يغلدوا خرفي سكوذرار نغا خرفي ذوايض بالرازم يوني يموت يوني يسلك ماشي ولا يموتنا لا إلا تدرك فيها الروح. يا اخي نغا نزيكي مكساون تساوي الموس الكفوس تساوي الموس للجيف تساوي الموس خاطر واش لا مكسا بالك في خصيه تسخن تسوخن خص استمرار بالك اليوث بالك تغلي بالك الى اخر ما تعلمون. لذلك ربي قال الا ما ذكيتم. من بعد في النهايه شو دينا؟ فمن اضطر ياكل كي الحرام إما اللي ولد الحلال الى ذي الضروره اشو دينا؟ فمن اضطر في مخمصة اللوز يجوز هذيك لحم الخنزير كرمكم الله يجوز هذيك الميتة الجيفة يجوز ولكن بالقدر اللازم الذي يدفع به عن نفسه الهلاك. سبوس ربي ناد فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. أين إلا عند الحرام يغاد الحلال ويثير عند الحلال ذا ربي. سورة المائدة الآية 3. الآية نفسها اللي قالها سي الحاج أمشي دينا ربي فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يوثند فلا إثم عليه سورة البقرة الآية 173 173. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ذهن ربي فإن الله غفور رحيم. خلاص ميزمر يمسي وتغنانت الرجلة السيني الطبيب اتش رمضان الشيني سهل الشاض لو كنت كما تزوم ثروي في الليل اصلا كاين هذا الزوم ولا كذا مسخ شو كيصوضنا كي وكيد الشرع وكيد تغنى ثقيل ماشي الشريعه ثقيل وكيد الهوى وربي ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين يعلمون. سورة الجاثية الآية 18. صافي الهوى ما يشمل ثروي. لذلك ربي سبحانه هو الذي حرم هو الذي أباح. ذلك يغذي في الأمر صافي عادي ونهى الشيء هذه شهر رمضان عادي ما يزمر يعني يحلى بعد مرض يرجى برؤه أذي قضوا أذي غرب ولا شيء يفذو والسلام عليكم يسعى على جرى من سامن يزامن فلا واحد سيقارن كوزامر 30 سنة سيقات الشخص ثالث ذاين إذا سلب الله ما وهب أسقط ما أوجب.
والو قل كان شرع تنقصني يزم نورمال عادي وتقلق وكيتغاض الحال وتقاطع وثرويره نورمال. ولكن الشريعه مثلها جماعه الخير صافي وجود حالات الضرورات وجود الحالات الاستثنائيه وظروف الطارئه هذه كلها تستجيب لمنطقه الساعه لمبدا قلنا السعه والمرونه في الشريعه الاسلاميه. لذلك وسنجد قواعد فقهيه منها قاعده الضرورات تبيح المحظورات، قاعده حلوه مش تحفظ. للضروره احكام، الضروره تقدر بقدرها مع انتهى. ثم تاتي قاعده المشقه تجلب التيسير، قاعده اخرى اذا ضاق الامر اتسع. وقل الكلام في القواعد. لذلك الفقهاء فقهاء تاع الصح اي غير خاطر غران القران والسنه السفلاء ديال الراجل قواعد ذهبيه. هذه القواعد تستجيب لظروفنا واحوالنا. ثم اخر عامل هو تقرير التخفيفات للإكراه أو لغيره. تقرير ألوان التخفيفات. شو التخفيفاتين؟ أتصيق الله مثلا تخفيف الإبدال وثوف ضرمان روح التيمم، الآية 6 من سورة المائدة مباشرة، بمعنى أمان إلا خاصها اللوص ومان إيمولاش أمان نغرز المرضارة نطهي الكض روح ديريكت صازرو نغرمل أخير وقي قرنص الطهارة الترابية، أمان قرنص الطهارة المائية. الطهارة المائية اسمها الطهارة أصلية، وثاني أظن طهارة بدل فرق وحدث وتخفيف فيها يمشي ديوسا خاطر هكا لانه الا كان الظال وسقى ولا شمال ما نصليش صلي بلا امان الا وكان فتيمموا صعيدا طيبا اكل او اي صعيد طيب. زيد القيام في الظاليث ربي اقيموا الصلاه اذا كان زال سي فدي يمون زميراره ولي هالشيء اللي زال سي غيمي صح. ثقي تخفيف ابدال ايضا، تخفيف تقديم، تخفيف قصر تقديم، قصر تأخير. أي يعني دي صلاة المسافر دي مريض سيتي زيوزو صغر وهران غندا تروحو ثبض السيغ البخال فاكر باش ما نغدر عبد الخدانة إذن الشيخ طهور قاري الزاب ركعتين طهور رنو ركعتين العصر تقديم سي بون تهناض اليز ولو السيده ثقي عجب ربي ضربها في نقرم سناف امشي تزال تقفل وختيس يا ولدي هنا كي ديالنا 4 يدينا نسناف وين كان ديالنا الزال ديال الوقت فين الصلاه كانت على من كتاب الموقوته انت ديالنا في فافور النبي عليه الصلاه والسلام ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. مي تهناض بيان خاطر ذاك كان تفض كان سي لافين تيزيوزو ابري دن الشيخ غتسكار تزال طهور ركعتين العصر ركعتين تهناض روح بالسلامه روح على من 11 كياض والساعه غفل عندها ثقارض عندها تغلوظو مشى الزلط ساعه الشغل ساعه لي رونديفو والشرع شي قرا انفيستي وقتيك ماشي المعنى زعما انت تقول نحافظ على الصلاه من بعد تحافظ على الصلاه وتضيع امورك. اذا كان الامور ميسر الله يبارك. هناك تخفيف تاخير اللي يقول لك ما نقدرش انا نجمع الصلوات كفريد اشي تجا لما الوقت العصر وتجمع الظهر والعصر ركعتين الظهر والعصر وقرنصنا الظهران ظهر العصر في المصطلح الفقهي مدين الظهران مدين الظهران معناه الظهر والعصر مدين العشاءان المعني المغرب والعشاء في لا تيرمينولوجي المصطلحات التغريد اشترت العشاءان أم كتفهم الترمجي ذوقي المعنى ميدين العشاءان في موضع القصر كيني مع المغرب والعشاء كيف
إما تزرد المغرب مقدن الشيخ في المغرب، تزرد المغرب 3 ركعات، وتزرد العشاء طبعا في حال السفر، تزرد ركعتين جمع تقديم. أما كان سما تأخر 10 ل 11 روح براحتك، تزلط طبعا في تفاصيل فقهية في الموضوع. توخر المغرب إلى وقت العشاء حتى إلى الوقت الضروري للعشاء، فهذا أمر جائز بإذن الله تعالى. تصلي المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين، تجي كلها تخفيفات تملأ وتحقق هذا الأمر اللي هو المرونة والسعة في التشريع الإسلامي. كذلك دائما في هذا الباب لما كان تخفيف الإسقاط، ما معنى تخفيف الإسقاط؟ أمين يزال ديال لافيون ذكرني يخينا ولا مشى يزال القبلة، إلا كان زال القبلة ذي القاعة نزالها القبلة، إما ديال لافيون ولا ما سير بوسول ما سير جي بي اس ناس ميسا كل شوال نياك وسير الحق سير الكوموندون الريت القبلة زال الغار باركات، ما عندكش حق ذي نزال ذو كرسيك الزال وفرات. تخفيف اسقاط معناه ربو يتحاسب راه في القبله، خاطر قالك دير لافيون نغاسير ديال القاعه عندها استنظار القبله، سوتا الكذوره نثموت الاستنظار ديال الصحراء نغدا يفور افون سيكنا الى اخره عندها الزرير الظل عندها تبغي اجتهد في تحري القبله، ولكن بعد ذلك كما قال معاذ بن جبل اجتهد رايي ولا انا، اجتهد ما تفضل وسقسي مولا الزال وخلاص، المهم الزال وكي قاس تخفيف الاسقاط. وطبعا تصل تخفيفات قلان. واذا عند بالنسبه للمكره ربي ناد الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، النبي عليه الصلاه والسلام ناد ان الله تجاوز لي عن امتي الخطا والنسيان كمل وما استكره عليه. ما الا يخدم فلاش الاكراه بالسيف تخدم الحاجه صغر ذنوب رفع الحكم يقتضي رفع الاثم، في روايه رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه. يكفي ياكل ادله يوم السلام القواعد التخفيفات يوم السلام نسيت تبين الفقهاء ماشي سكال لا غنسن كان هكا رحنا للقران وكذا السنه هذا نبغيهم من الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، الخطأ الغلاظ والنسيان ستث وما استكره عليه، أين يعني يعدل في الاسم الإكراه الذي لا يطاق ملجئ. يلا والأدلة النظام الآيات التي ذكرناها نعيدها في ختام هذا الدرس. نسيت بند من قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وين جاية؟ سورة بقرة الآية 286. بنت قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، نسيت بين سورة البقرة الآية 185. بنسيد من سورة من قوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، سورة الآية 28. بنسيد من قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، سورة الآية 78. ذايا مثلا بض وقت العشاء ثورة ذي لهنا الدرس دي الدول شاري لنديس اتصل المعلومات ديال الدرس دي الدول خاطر نخدم الشغل الانسان تاز يعني في الدروس حلقات اقرا باسم ربك سكاس من بدا صافا ديرت في شكل سريع لي فلاش صافا سنوي داك الديسك ديال مليح. وديرت معلومات ايضا مهمه اضافيه ستذكر في الدرس القادم بعد 15 يوم درسين قالوا بعد ديال رمضان دروس الحفصة الحلقات العلمية لما ذي الموسم الجديد إن شاء الله تعالى نسأل الله أن يبلغنا رمضان. ولكن غادي الدرس ديالنا نخدم مقدمة لمتن الرحبية في علم الفرائض، مقدمة خفيفة ولكنها مهمة، تجي مقدمة إلى الموسم ديال الدول باش نبدو إن شاء الله موضوع جديد. ربي يحفظكم ويستركم وينصركم والحمد لله رب العالمين.